مولودية الجزائر. مولودية الجزائر تعود سريعا لسكة الانتصارات. اليوم كنا ننتظر في عودة المولودية بعد التعثر الأخير. كيف كانت هذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهور اللي جا معنا نشكروه بزاف، وين داير فينا ثقه ما ديفونسي معنا فاشله، وين ماغري خساره صفر خسرنا مع فاشله ديزيران. مي الحمد لله المدرب تكلم معنا في هذه دي سيمان ويصحح لنا الاخطاء تاعنا، وكان عندنا المقابله وما يخفاش على كلاسيكو وكاع انصار من الجزائر يحبوا يربحوا هذه المقابله. حنا درنا اللي علينا وفزنا بهذه المقابله. طيب، مباراة هامة جدا تلعبها أمام شبيبة القبائل، رغم أنه الشبيبة في المراكز الأخيرة إلا أنه تبقى في البطولة المحلية من بين المباراة اللي ينتظروها اللاعبين، الديربي أو الكلاسيكو. ما يخفاش عليك شبيبة القبائل من أحسن الفرق الجزائرية في التاريخ، من المقابله امام الجزائر تكون عندها طابع، والحمد لله حنا ربي وفقنا وحققنا النتيجه اللي غتعاوننا ان شاء الله. طيب، بين قوسين على بالك حاب تروح في اخر لحظه المنتخب المحلي، الحمد لله الامور تمشي، ننتظركم بفارغ الصبر. واش تقدر تقول لنا على لاعب من المنتخب المحلي؟ لان اليوم بطوله محليه لكن من دون شك التفكير يبقى في المنتخب المحلي. من جدني في هذه الهضره تاع المنتخب المحلي الحمد لله، وين انا نشكر بزاف كوتش بوغرا وين وضع فيها الثقه. شاك ستاج عيط لي انا نروح نحاول نخدم نبين واش كاين عندي ان شاء الله. راه كاين هذا الشهر نحضروا لها بيان وعندنا بون جروب ان شاء الله فيها خير، ولما لا نروحوا المنتخب الاول. سامحني نقول حاجه الجمهور هذا وين فهمت على شراوي يدور، لانه رفقائه هنالك يحتفلوا. خليوك تروح طاهر، بارك الله فيك وبالتوفيق. شكرا.